كتاب اللي اسئلته قريبة جدا من امتحان اخر السنة. امتحان الكيمياء بتاع 2023 اللي هو كان بتاعي ما كانش صعب قوي للدرجة اللي احنا بنقولها، زي ما كان محتاج وقت. وبكده احنا خلاص خلصنا المنهج كله في 7 ايام. هيجي يقولك طلعني من الميثانول رز بلبن. ازاي تذاكر الكيمياء او ازاي تلم الكيمياء حتى لو ما بدأتش؟ لو ما تعرفش حرفيا كلمة في الكيمياء، انا عامله لك جدول حرفيا 7 ايام، والله 7 ايام هتلم بيه الكيمياء كلها، سواء كانت اورجانيك ولا كانت كهربائيه. فاهم حاجه؟ صلي على النبي كده واسمع الفيديو للاخر. انا هجيب لك كل جزء في المنهج ازاي تذاكره، سواء كان في الباب الاول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع، الاورجانيك، والجدول تمشي معايا سنه سنه ان شاء الله هتلمها كلها. وبالمناسبة لو انت معتقد بس انك الوحيد اللي عندك دروبس في الكيمياء او مش عارف تذاكرها او صعبة، فبالعكس انا جاي لي كومنتات كتير جدا جدا اكتر مادة مش عارفين تذاكروها الكيمياء. دكتور احنا مش عارفين نذاكر كيمياء، احنا نأجل السنة بسبب الكيمياء، طب اقسم السنة، الكلام ده كله بسبب الكيمياء. فانت ما تقلقش، والله الموضوع سهل جدا، بس ركز في الفيديو واسمعه للاخر. وقبل ما تسمع الفيديو متنساش تعمل لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، علشان هعمل لكم سلسلة لباقي المواد ان شاء الله. اول جزء هنتكلم عنه وهو العضوية. امتحان ثانوية عامة بقى 50% منه عضوية، ده لو ما كانش التلات ارباع، لان حرفيا امتحاني بتاع السنة اللي فاتت كان تلات ارباع عضوية. عاوزة اقول حاجة قبل ما اقول لكم ازاي تذاكروا عضوية. حرفيا اللي بدأ عضوية من اول السنة متساوي دلوقتي باللي لسه هيبدأ عضوية. زي مريم اللي بدأ عضوية من أول السنة هو انساها دلوقتي، لأن العضوية لو مركزتش عليها بشكل مستمر وعلى طول هتلاقي نفسك ناسي أو مسقط أجزاء كتيرة منها، وبالتالي مش هتعرف تحل. دلوقتي ممكن يقول لي لأ أنا فاكر ومعرفش إيه ومذاكر والكلام ده كله. جيب كتاب وجرب تحل كده أي سؤال، هتلاقي نفسك بتغلط أو ناسي أو مش فاكر تحل أو مش عارف دي كانت جت إزاي، فهتضطر تذاكر عضوية من الأول. اول حاجه العضويه لازم تكون فاهمها كويس جدا، بس الاهم من ده انك تكون حافظها، لان حرفيا احنا عندنا كميه مركبات كتيره جدا. مهم جدا انك تسمع فيديوهات الشرح بتاعه العضويه، سواء كنت بادئ من اول السنه ومذاكرها قبل كده او لسه بتبدا، فانت مهم جدا انك تسمع فيديوهات شرح. وبعد ما تسمع فيديوهات الشرح انت هتحفظ اللي بيتقال فيه من المركبات، اي مركب ازاي نحول من الكين لالكان والكلام ده كله، انت تحفظ كل الكلام اللي المستر بيشرحه. بعد ما تسمع فيديو الشرح كويس وتأكد انك حفظت الكلام اللي بيتقال فيه، انت هتروح تحل على طول، لان انت ممكن تعتقد انك مثلا خلاص حفظت والكلام ده كله، تيجي تحل ما تعرفش. فعلشان تتأكد انت حفظت او ما حفظتش، انت هتجرب تحل. لو لقيت نفسك بتحل والدنيا تمام، فانت كده حفظت وماشي في السليم، كمل الباقي. لو لقيت نفسك لا بتحل غلط مش فاكر الكلام ده كله، هترجع تاني تذاكر وتحفظ. العضوية محتاجة مننا فهم وحفظ وحل كتير جدا جدا جدا، لان هو مش هيجي يسألك في الدرس بعينه ولا المركب اللي انت حافظه ولا الكلام ده كله، هو هيربط كل الدروس ببعض، كل المركبات ببعض، هيجي يقولك طلعني من الميثانول رز بلبن. فحرفيا انت لازم تكون لامم كل حاجه ورابط كل حاجه ببعض. وزي ما قلت لكم ان تلات ارباع الامتحان بتاع اخر السنه بيكون اورجانيك او عضويه، فاحنا لازم نركز عليها ونذاكرها كويس جدا. لان مثلا نتخيل احنا قاعدين في امتحان اخر السنه وقف معانا كام سؤال عضويه ومش عارفين نحله، فاحنا هنتوتر ومش هنقدر نكمل باقي الامتحان. حتى الاسئله بتاعت الاربع ابواب بتوع الكيمياء العامه لو احنا نعرف نحلهم، بسبب توترنا ان احنا سايبين اسئله في الاورجانيك او مش عارفين نحلها هنحلهم غلط. فاحنا نركز جدا جدا على العضويه ونشوف ازاي نربط الحاجات ببعض، ازاي نعمل خرائط ذهنيه، لان دي بتساعد جدا. لو عملنا خريطه ذهنيه للمركبات اللي شبه بعض او اللي بيدخلوا في التفاعل سوا، الكلام ده كله، وعلقناها قدامنا مثلا، حرفيا هتثبت المعلومه جدا. انصحك جدا انك تعمل ملخص للعضويه بخط ايدك مربط فيه الدروس اللي شبه بعض وربطهم ببعض، بلس انك ممكن تعمل خرائط ذهنيه للمركبات، مقارنه بين المركبات اللي بينهم خصائص مشتركه. طيب يا مريم دلوقتي انا فهمت ان لو عايز اقفل في العضويه لازم افهمها واحفظ كويس جدا واحل كتير واربط الاجزاء كلها ببعض، ولو اعرف اعمل ملخص اعمله. طيب دلوقتي اسمع مين يلم لي العضويه؟ هتسمع مستر عبد الجواد. مستر عبد الجواد احسن حد شرح عضويه لثانويه عامه، حرفيا شرحها بطريقه مبسطه جدا جدا وبطريقه هتفهمها وتثبت في دماغك. طب دلوقتي اسمع مراجعة نهائية لمستر عبد الجواد اللي هو فيديو واحد اسمع فيه العضوية كلها، ولا اسمع في العضوية درس درس؟ ارشح وبشدة انك تسمع في العضوية درس درس، لانك هتحتاج تربط بين كل مركب ومركب، فانت هتحتاج كل تفصيلة في الفيديو. فاسمع درس درس وهيبقى معاك وقت كافي جدا. دلوقتي بقى جينا للجدول اللي هنذاكر فيه العضوية في 3 ايام، زي ما سمعت كده في 3 ايام، ولكن ممكن نخليهم 4 لو احنا عايزين نخلي يوم نراجع فيه على ذاكرناه في 3 ايام. نسمع الجدول. اول يوم هنذاكر الالقينات والميثان اللي هما اول 3 دروس ومعاهم الالقين والالقاين. تاني يوم هنذاكر فيه الهيدروكربونات الحلقية والبنزينية ومشتقاتها.
تالت يوم هنذاكر الايثانول والفينولات والاسترات والاحماض. كده في 3 ايام خلصنا العضويه، بمعدل ان احنا مثلا نذاكر 10 ساعات في اليوم او اكتر. احنا ايام مراجعه نهائيه في اللي بيذاكر بال 18 ساعه، بس انا مخليه رينج 10 ساعات لان انت ممكن تذاكر ماده تانية جنبها. لو عايزين بقى تراجعوا على العضويه كلها في يوم واحد، فاحنا نخلي اليوم الرابع ده معانا بحيث ان احنا نحل شامل على العضويه، نشوف ايه الاجزاء اللي ممكن كانت وقعت مننا في الايام اللي فاتت نراجع عليها وهكذا. دلوقتي بقى ندخل على الكيمياء العامة، وهي 4 أبواب. أول باب العناصر الانتقالية. حرفيا الباب ده سهل جدا من وجهة نظري، لأنه حرفيا دروس تأسيسية مفيش فيها حاجة. كل اللي في الباب ده معادلات الحديد. ازاي نعرف معادلات الحديد؟ معادلات الحديد الفكرة فيها كلها انت ماشي فيها ازاي واحدة واحدة. عشان تشتق معادلات حديد لازم تكون عارف العناوين الرئيسية والناتج النهائي للمعادلة. لو عرفت كده فانت تعرف تطلع نتيجة المعادلة بكل سهولة. الباب التاني وهو التحليل الكيميائي، هو عبارة عن الكاتيونات والانيونات. عشان تعرف تحل اي حاجة في الباب ده لازم تكون عارف ريحة ولون كل كاتيون او انيون موجود. وبالنسبة لمعادلات الرواسب اللي موجودة في الباب ده انت مش هتعرف تحلها غير لما تشوف مثلا فيديو للتجربة دي بعينك عشان تتحفظ في دماغك وتعرف تحلها. الباب الثالث وهو الاتزان الكيميائي، حرفيا يتلم في ساعتين جد وكوبايه شاي. باب صغير جدا، اسئلته بتيجي سهله في الامتحان، كل اللي مطلوب منك انك تحل كتير عليه وبس. الباب الرابع وهو الكيمياء الكهربائية، ده انت مش هتعرف تذاكره او تفهمه غير لما ترسم بايدك الخرائط بتاعت الخلايا الكهربائية عشان تثبت في دماغك اكتر. وبالنسبة للمعادلات اللي موجودة فيه فانت احفظها بالرسمة بتاعتها، لانها احيانا بتيجي في الامتحان بالرسمة وبيطلبها منك. هو باب رخم شويه بس صدقوني هتعرفوا تلموه. دلوقتي انا شرحت لكم كل باب تعملوا فيه ايه وايه المطلوب منكم وتذاكروه ازاي. هتسمعوا دلوقتي بقى مين في الكيمياء العامه؟ هتسمعوا مستر خالد صقر. مستر خالد صقر حلو جدا في الكيمياء العامه، كنت مشتركه معاه اصلا من اول السنه سواء كان في العضويه ولا الكيمياء العامه، بس انا سمعت جنبه في الكيمياء العضويه مستر عبد الجواد، وبصراحه كان شرحه كويس جدا في العضويه. كل واحد متميز في حاجه في الشرح سواء في الكيمياء العامه او في الكيمياء العضويه، ولكن الكيمياء العامة خاصة مستر خالد صقر أرشحه بشدة انكم تسمعوه، هيلم معاكم جامد. حتى لو مش هتقدروا تشتركوا معاه اسمعوا الشرح بتاع اليوتيوب، حلو جدا هتستفادوا منه. قلت لكم في اول فيديو ان احنا نلم الكيمياء كلها في 7 ايام، اخدنا منها 3 العضوية، فايض معانا 4 ايام. كل يوم هناخد منه باب من الكيمياء العامة، ولكن حرفيا يوم كتير جدا على باب من الكيمياء العامة لانها سهلة مش زي العضوية. فاحنا هنحل شوية عضوية في اخر كل يوم لما نذاكر الباب اللي هنذاكره في الكيمياء العامة. وبكده احنا ذاكرنا كيمياء عامة وبرده ما سبناش الكيمياء العضوية عشان ما ننساهاش وحلينا منها كل يوم. دلوقتي بقى انا هقول لكم الجدول الكامل بتاع ازاي تذاكر الكيمياء كلها في 7 ايام لو ما تعرفش فيها حاجة. اول يوم هنذاكر الالقينات والميثان اللي هم اول 3 دروس ومعاهم الالقين والالقين. تاني يوم هنذاكر الهيدروكربونات الحلقية والبنزينية ومشتقاتها. تالت يوم هنذاكر الايثانول والفينولات والاسترات والاحماض. لو عايزين نضيف يوم رابع ان احنا نراجع على العضوية كلها مش مشكلة، لو مش عايزين نحطه احنا كده كده هنحل كل يوم في الايام اللي هنذاكر فيها الكيمياء العامة عضوية. رابع يوم بقى هنبدأ في الكيمياء العامة، هنذاكر الباب الأول اللي هو العناصر الانتقالية، وبرده في آخر اليوم ما ننساش نحل شوية عضوية. خامس يوم هنذاكر الباب التاني اللي هو التحليل الكيميائي وبرده شوية حل عضوية. اليوم السادس هنذاكر الباب الثالث اللي هو الاتزان الكيميائي ومع برده شوية حل عضوية. اليوم السابع اللي هو اخر يوم حرفيا هنذاكر الكيمياء الكهربائيه وبرده معاها شويه حل عضويه. وبكده احنا خلاص خلصنا المنهج كله في 7 ايام، اول 3 ايام عضويه والاربع ايام اللي بعدها الكيمياء العامه ومعاها برده حل عضويه عشان ما ننساهاش. وبكده لمناها في 7 ايام، وان شاء الله تقدروا تلموها في الجدول ده. جدول والله سهل وتقدروا تلموه، ولكن استعينوا بالله وتوكلوا عليه وقربوا من ربنا في الايام دي وذاكروا واجتهدوا واعملوا اللي عليكم. دلوقتي بقى انت خلاص عرفت ازاي تلم الكيمياء في 7 ايام، عرفت تذاكر كل باب ازاي، ايه اهم حاجه فيه، تسمع مين في العضويه، تسمع مين في العامه، ولكن ما عرفتش ايه الكتاب اللي اسئلته قريبه جدا من امتحان اخر السنه، وهو كتاب الوافي. كتاب الوافي حرفيا هو كتاب اسمه الوافي وهو وافي جدا، حرفيا هو جايب كل الاسئله قريبه جدا من الامتحان، لا هي صعبه قوي ولا سهله قوي، اسئلته منظمه ونفس الافكار ومشابهه جدا لاسئله امتحان 2023. طب لو هحل كتاب تاني جنب كتاب الوافي فأرشح كتاب مندليف. الكتابين دول كويسين جدا، لو تقدر تحلهم الاتنين اشتري الاتنين وحلهم، لو مش هتقدر تحل غير واحد فكتاب الوافي وكفاية حرفيا يعني. عاوز اقول لكم حاجه برضو عشان ما تخافوش، امتحان الكيمياء بتاع 2023 اللي هو كان بتاعي ما كانش صعب قوي للدرجه اللي احنا بنقولها، زي ما كان محتاج وقت.
هو كان صعب، انا ما انكرش ده، بس هو كان محتاج وقت اكتر. لو كان في وقت اكتر كنا حلينا كويس فيه وطلعنا بنتائج احسن من اللي احنا جبناها دي. ولكن ان شاء الله انت لو سمعت النصايح اللي قلت لك في الفيديو، وازاي تذاكر كل فرع او كل باب سوري، وازاي تسمع مين والكلام ده كله، ان شاء الله هتقفل كيمياء. بس اجتهد واعمل اللي عليك، وخلي ربنا شايف انك بتعمل اللي عليك حتى في اخر وقت. لو ما بداتش من اول السنه عادي يا جماعه، ربنا ما امرناش نبدا سعي من اول كذا لكذا، ربنا قال اسعى وخلاص. اعمل اللي عليك وبين ربنا صدق نفسك وصدق نيتك انك توصل للحاجه دي وتفرح اهلك، وربنا يرضيك ويوفقك يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.